السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هوريكم عن طريقة التفويت الصحيحة بالنسبة لأيام الساعة والشتاء اللي احنا فيها دي. السمك حمصان سمين موز سمين، صغير كبير حمصان، وبيبقى يعني صعب تفويته غصب عن أي حد. فده مش عيب فيكم، ولكن هو السمكة نفسها مية سقعانة، فطبعا هشوفين لابسين عاملين ازاي. السمك طبعا مية سقعانة عليه فتلاقيه حامض شوية. فاحنا ان شاء الله بخبرتنا يعني وفضل ربنا بنقدر نفوت الحاجة او نظبطها كالعادة. شتاء زي صيف بالنسبه لنا. لكن انتم اصحاب المشاريع بيبقى الموضوع صعب عليكم، او حاجه ستات البيوت بيبقى برضه الموضوع صعب عليهم. فانا ان شاء الله نوصل المعلومه بطريقه سهله وبسيطه، واي حد يعملها بفضل الله من غير ما يحتاج لاي حد من بره. ولكن بعد اذنكم يعني اللي يشترك معايا طبعا على دماغي، واللايك والشير والحاجات الحلوه دي، ده كرم منكم. بس ما حدش اطلب من كل اخواتي اللي معايا القناه او بره القناه، ما حدش ياخد مني حاجه ونسيبها ليه، او يطلع يقول في فيديو تاني له يعني في قناته ان هو اللي عامل ده على طريقته او لان هو بيقول الكلمه لكن مش عارف اخد طريقتها، او ايه حلاوتها، او ايه فايدتها، او ايه يعني هتوديه لحد فين. فلو هو ضريع فيها يقولها، مش ضريع ما يقولهاش. لان لو انا عرفت او سمعت ان هو حد اخد كلام من كلامه وحطه لنفسه هيزعل. تمام، انا معايا ناس دلوقتي ماسكين القناه بتاعتي فهيزعلوه في بلاغات تتعمل وحاجات من دي. فانا مش عايز مش حابب كده. الناس اللي معايا قالت هنعمل كده، انا مش حابب ان اذي حد، ما بحبش اذي حد. بس طبعا انا بشوفهم بيسمعوني ويوروني، انا ماليش في التليفونات زي ما انتم عارفين، ولا في النت ولا في الكلام ده، بس بيوروني انا بزعل. تمام، يعني هي بتقول للناس كلمه التفويت ومش عارف يعني ايه تفويت. الناس دايما زيها تروحوا مبوظينه ويجي يسالوني انا، طب وانا مالي؟ إيه انت اخده مني الكلام تقول لي بس واحده قالته؟ طب روح اساليها ما تسالنيش. تمام، انا دلوقتي بعمل ايه بالظبط وعلى الطبيعه زي ما انا معودكم يا جماعه. كلمه التفويت، كلمه التشريش، كلمه التدليك والطقطقه، كلمه رد الفسيخ، الاربعه دول ما لهمش غير العبد لله، واتحدى اي حد يقولهم او يعرفهم. تمام، كلمه السمكه مشخشخه، ها، في حد قالها يعني سمعناها لي النهارده. حد جنبه في دمياط، بس مش في دمياط بالاساس، بس بعد مني شويه، قال كلمه الشخشخه دي. طب ما حضرتك او حضرتك يعني مش هحدد هو ايه نوع السلاله بتاعته، راجل او ست. انت تعرف يعني ايه شخشخه؟ انت بقالك مثلا على كلامك 40 سنه ولا 80 سنه او قبل ما الدنيا ما تتخلق وانت شغال في الفسيخ. كلمه شيخه دي انت جبتها منين؟ انا ما شفتني. تمام، فلا انت ما تعرفش يعني اصلا الشكشكه، ولا يعني ايه السمكه تفوتك، ولا الكلام ده كله محدش يعرفه. تمام، ليه؟ لان احنا قرايبنا مزروعين في السمك. واتحدى اي حد يا جماعه مع الناس اللي بتتكلم دي ان يجيب سمكه من المالح، سمكه ميه حلقه ويملحها. انا ملحت لنا سمك بفضل الله، مش شطاره من هو بتاع المالح، لان انا متربي فيه. بلدنا عزبة البرج كلها ميه حادقه بلدي، فانا متربي في السمكه دي فهعملها غصب عني، لان انا متربي عليها وما اعرفش الا هي. انما هم متعودين على سمكه المزارع، ربنا يصلح حالهم، عايشين عليها ومتربيين عليها. فهي بالنسبه لي بتاعت المزارع بعملها وانا مغمض عينيا، وعملت فيديو وانا مملح سمك وانا مغمض عينيا. تمام، يعني مش كلام. انما السمك البلدي له طريقه خاصه شويه. تمام، فانا اسف طبعا على الطريقه دي، بس الموضوع فعلا مستفز ويزعل، ويزعلكم انتوا برضه انه تبقوا زعلانين عشاني. الفيديو مش عايز يطول عليكم، تعال بقى موريكم تفوتوا ازاي بطريقه صحيحه وسريعه في اتنين كلام ان شاء الله. خليكم معايا. طب يا ولاد ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا شفتوا انتوا الدخله ما تزعلوش مني، بس الموضوع جد مستفز ويزعل. شوفوا يا جماعه، انا جايب سمك ان شاء الله، اللي عاوز اي سمك مني يا جماعه ويريح دماغه من التفويت والتشريش والكلام المصطلحات الغريبه اللي انا بقولها دي وشغل السحر ده. انا باخد على الكيلو 5 جنيه حلال. يعني مثلا ايه، ده بدات الموضوع لما السمك رفع وغلي. تمام، يعني مثلا انتوا عايزين دولت مثلا معايا 100 كيلو، معايا 150 كيلو، انت عايزه 50، عايزه 25، عايزه 100. انا باخد 5 جنيه على الكيلو مصنعيه. يعني مثلا انا بجيب السمك زي ما انتم شايفين كده. تمام، بفوته وبملحه وبصنعه وبعمل فيه اللي بعمله، يعني انا حر فيه. بجيبه لك فسيخ على الاكل على طول. بجيبه لك فسيخ على الاكل على طول. اذا كان الكيلو بجنيه باخد مني 5 جنيه مصنعيه، اذا كان الكيلو ب 100 باخد مني 5 جنيه مصنعيه. بس ويجي لك فسيخ على الاكل على طول، تبيعي وترزقي وربنا يوسع عليك يا رب، بدل ما تقعدي تتعبي في نفسك او السمك يبوظ منك. طريقه التفويت بتاعتي اللي انا بعملها يا جماعه، تعالوا يا مؤسس وريهم كده الستاره دي. شوفوا يا جماعه انا عامل ايه. شايفين الستاره دي؟ دي عشان في هواء، في سرسوب هواء بيجي من الشراع. تمام، بنضف ان المكان ده كله تمام ومخصصه للتفويت وللصنعه للشغل بتاعي. بغطي السمك زي ما انتم شايفين عشان اخوي يدبني لو في اي حاجه. تمام، بغطيه بقماش وبغطيه بالشكاره دي. تمام، اهو. لو حد عاوز السمك ده يا جماعه زي ده كده يكلمني. السمك ده كيلوات، في نصاص، في كلام من ده. السمك بدأ يعلم معايا اهو. تمام،
ولكن لسه سقعان، يعني شايفين عامل ازاي، ولكن سقعان. اتك على الدال السمكه لسه دلع حمصان، يبقى سيبها زي ما هي. طيب يا مهندس، في ناس بتسأل تمام. نغسله الأول ولا لأ بمية لا لا دافية لا، ولا؟ احنا طالما دخلنا في الشتاء يا جماعه يبقى غسيل زي عدمه، خلينا الغسيل ده في الاخر خالص. طب والغسيل بمية دافية؟ تمام. الغسيل في الميه الدافيه يعني ندفيها زي دمعه العين، وهنا بعد ما تفوت برضه ندفيها زي دمعه العين. ما حدش يسخن الميه قوي، عشان في ناس سمعت مني وسخنت قوي بوظت السمك السلق منها. طالما يا جماعه اتكينا على الدال والدال طالع معانا، السمكه خلاص هتبدا تعلم. لو اتكينا على الدال ولسه جامد يبقى نرجع السمك زي ما هو ونسيبه. يعني زي دي كده، شوف السمك لسه جامده هنا معايا، لا نسيبها زي ما هي، لان السمكه اصلا ناشفه لسه. تمام. معايا كيلوات يا جماعه، ومعايا تلات ارباعات برضه في تحت، الكبير كله تحت اهو، شايفين اهو، شايفين الكبير كله تحت اهو اهو. طيب في ناس بتقول إن السمك لسه ما نشفش، مش لازم إن هو ينشف صح؟ اهو. وفي معايا سمكه 2 كيلو كمان، لا مش شرط، لا السمك ما ينشفش، السمك بيتعمل وهو مبلول ميه عادي. فين اهو. وحوش اهو بالصلاه على النبي. بس السمك لسه ساقع، فهنسيبه لما ينزل دم، يقعد بقى النهارده يقعد لبكره، لازم دمه ده ينزل، والا يبقى السمك زفر ويبوظ مننا لا قدر الله. لازم نهتم بالسمك زي العيال الصغيره يا جماعه، مش لعبه. تمام. ونتابعه. ايه طبعا طبعا، انا جايبه امبارح الفجر، والتفوت اهو لسه ما علمش معايا، هسيبه كده اهو لغايه ما يعلم معايا. كل شويه ابص عليه واقلب فيه وكده. تقلبه ازاي؟ بخلي تحت فوق واللي فوق تحت اهو. تمام. واللمبه فوق منه تسخن. اللمبه دي 200 يا جماعه، بتاخد لها في اليوم معايا ب 30 جنيه كهرباء. اللمبه دي 200 بتاخد لها في اليوم معايا ب 30 جنيه كهرباء، عشان اطلع سمك كويس. تمام. فبطلب منكم ان انتوا تهتموا شويه بالشغل، تصرفوا ما تبخلوش عشان تطلعوا جوده حلوه. ما هو ما ينفعش ان احنا مثلا ايه نعمل اي حاجه باي حاجه وعايزين نتيجه كويسه، ده مستحيل طبعا. لازم نكون احنا معانا يعني نصرف ونتعب عشان نطلع نتيجه كويسه. يا رب ان شاء الله نستفيد من الفيديو الهواني وتعملوا اللي قلت لكم عليه، واللي عاوز تاكل عيش معايا كسبان مش خسران باذن الله. وبعد يا جماعه رجعت لكم تاني بعد ما فوتنا اهو بالصلاه على النبي، سيبناه ينزل دمه، صفى دمه، صفى ميته. ما تستناوش بقى ما ينشف خالص بقى زي ما انت بتشوف على اليوتيوب والكلام ده اهو، لا يا حبيب اخوك. ما تعملش انت كيلو و2 كيلو ونقعد نعمل عليهم فيديو عشان نعمل مشاهدات، واللي يبوظ يبوظ واللي يصلح يصلح، لا يا حبيب اخوك. بص بقى في الفريزون، عايز تعمل في براميل اعمل، عايز تعمل في فريزون اعمل، عايز تعمل في شنط تعمل زي ما انت عايز. طب ايه الصح وايه الغلط؟ اسلم حاجه الفريزونه، البرميل الخشب ورا الفريزونه على طول. يعني الفريزونه هي برميل خشب. البرميل خشب نجيبه منين؟ اقول لك شوف حد عنده برميل خشب قديم اشتري منه من النوع القديم. لما نجيب جديد يا ابو رجب بصرف النظر انه غالي، بس الجديد دلوقتي زيه زي الخشب بالظبط، لان ماهوش طبيعي بتلاقي فيه. زمان كانت الفكره في ايه؟ ان البرميل بينزل الميه بيصفي الميه اللي في السمك، انما دلوقتي بتعمل البرميل بلاستيك من جوه، تحس انه بلاستيك كده ما بينزلش الميه ولا حاجه، زيه زي ايه؟ زي برميل البلاستيك العادي. فكل واحد حر يعني. انا عايز بس الناس الشاطره اللي تقعد تقول بنعمل زي اجدادنا وبنعمل زي مش عارف زي مين، يفرجونا كده شغلهم ويعرفونا كده اجدادهم يعملوه ازاي وبيطلع شكله ما يروحوش يشتروه من بره معمول ويقولوا لكم عملناه وناجح. زي ما انتوا بتشغلوا دماغكم على واحد زي حالي، شغلوا دماغكم على الناس اللي بتضحك عليكم. انا بعمل لكم على عالنا اهو. ازاي بقول لك ممكن السمكه اتفوت شكلها يبقى اتفوتت ازاي بقى؟ هقول لكم كلام طبعا جميل. شكل السمكه اتفوتت يا جماعه، يعني نزل كميه دم كبيره، كميه دم كبيره في قلب المكان اللي هي فيه. تاني حاجه مش شرط السمكه تنفخ، السمكه لو نفخت بره الملح غلط، يبقى في بكتيريا ضاره مسكتها، نفخت جوه الملح يبقى انت تمام مش صح. تمام. الدم نزل من السمكه، الدم لو نزل من السمكه، السمكه بطبيعتها بتطرى وبتدي ريحه فسيخ كانها فسيخ.
تمام اهو. فتعرف انت من هنا ان السمكه ايه اتسوتت. طيب انت عملت على طريقتك 20 مره ونجح معاك. النهارده انا جاي اقول لك كلام انت ما انتش مقتنع به، حاسس ان انا كلامي ايه يعني بغير فيه او يعني مش منطقي. اقول لك بصرف النظر عن انك تقرا التعليقات، بصرف النظر تشوف الناس عامله ازاي ونجح معاهم ولا لا، اقول لك كانك ما شفتناش. ازاي ما شفتكش يا ابو رجب؟ يعني عايز تعمل زي يعمل، مش عايز برضه يعني كويس انت براحتك. انا المهم ان انت ما تعملش حاجه تبوظ منك بس، عشان ما حاجه غاليه ما عادش رخيصه. تمام اهو السمك اهو. واللي عايزهم يكلمني يا ولاد بسرعه، عشان شايلهم لهم بتاع 26 كيلو، هياخدهم كيلو على 140 جنيه كده بتمليحهم بمصاريفهم بزيتهم، ياخدهم على الاكل على طول، يستلمهم بالسمكه ناجحين باذن الله. والف هنا وعافيه لصاحب النصيب واللي ياكل، وربنا يرزقنا ويرزقكم. اهم حاجه عندي ان انتم تبقوا ايه الدنيا تبقى كويسه معاكم، مفيش حد يكون خسران. وبطلب من الناس اللي معايا يا جماعه يشيروا على قد ما يقدروا من القناه، قناه مهدور حقها، يعني شيروها. هي كانت المفروض تبقى احسن من كده والله، بس يعني كله على الله. السمك ده يا جماعه 3/4 في نصاب في كيلوات. تمام ما نسيت عيب كده، مش مشكله صغيره اهو. كله مقاسات كبيره نيتي بالسمك اهو، بس ما هوش مبطره، ده بوري ما هوش طباع. الوترات دلوقتي كلها بتاعت ايه طباع، البوري خلاص فضه واتباع وكله تمام، انما اللي هوني فاضي بس بسم الله ما شاء الله جدا. يعني انت هتستلم مني اصلا على تجربه، يعني هفتح كده قدامك وافرجك. انت هتفيدوا ما اطولش عليكم، اشوفكم على خير، ونستنى ان شاء الله تليفوناتكم. اللي هيعوز سمك يرن عليا او يكلمني واتس، واللي هيعوز سؤال يسيبوه على القناه عشان ما بردش على الاسئله على القناه على الواتس. الاسئله دي بتبقى على القناه عشان كله يستفيد. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.